أغنية قطار الشوق واحدة من الأغنيات السودانية المعروفة والمشهورة جدا. يقول الفنان بابكر الزكار عن لسانه أن أغنية قطار الشوق التي تعرف في السودان بصورة عامة زي ما قلنا هو شاعر هذه الأغنية هو الأستاذ محجوب فتح الرحمن. ومحجوب فتح الرحمن هو من أبناء ولاية نهر النيل مدينة عطبرة عاصمة الحديد والنار. بدأت قصة هذه الأغنية في أواخر الستينيات القرن الماضي. عندها كان الفنان بابكر الزكار قد سكن في مدينة عطبرة بالقرب من نادي الأمل العطبراوي بحي المورد، وحي المورد هو واحد من الأحياء العريقة جدا الموجودة في مدينة عطبرة. وكان علي محجوب اللي هو الشاعر لهذه الأغنية كان صديق لأبناء أخيه عمر إدريس وعبد الماجد إدريس. وفي يوم من الأيام طلب منهم إنهم يجيبوا الكراسات اللي كاتبين فيها القصائد. ولما جاب الكراسات المكتوب فيها القصائد قام باختيار أغنية قطار الشوق، وأخذ هذه الأغنية وقام بتلحينها على ضفاف العطبراوي مع الكورس. وكان عندهم مسجل، أخذوا النظلة وفتحوا المسجل وغنوا الأغنية دي ولحنوها على ضفاف العطبراوي. حينها كان الشاعر علي محجوب طالب يمكن بمدرسة عطبرة القديمة، وإذ غنى بها الفنان بابكر الزكار لأول مرة في مهرجان الثقافة الأول في ولاية الخرطوم. وفي اليوم الأول كان برضو في مركز شباب بحري برفقة مجموعة من الفنانين اللي هو منهم كان عبدو كدباس والإمام حسن صالح. نالت أغنية قطار الشوق الجائزة الثانية في مهرجان الثقافة بولاية الخرطوم. أما الجائزة الأولى كانت للفنان النور الجيلاني في أغنية مادلينا. دي كانت قصة أغنية قطار الشوق، واللي من بعدها برضو تغنوا بها البلابل، وانتشرت أيضا انتشار واسع جدا، فأصبحت واحدة من الأغنيات التي تجسد ملامح سودانية عبر التسفار بالقطار. والقطار يمكن كان وسيلة للحل والترحال في زمن من الأيام. قطار الشوق 200 ترحل تودينا نشوف بلدا حنانا هلا درس هناك تراسينا نسايم عطبر الحلوة تهدينا وترسينا نقابل فيها ناس طيبين وراهم كان مبكينا. قطار الشوق 200 مرحل تودينا يا قطار الشوق 200 نوصل حبيبنا هناك راجينا 200 نحضن عويناته ل 200